ماذا قال الإعلام الزملكاوي بعد فوز النادي الأهلي على الزمالك في كأس السوبر؟ ويهاجمون إدارة الزمالك، شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز الأهلي بكأس السوبر فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تتويج الأهلي بكأس السوبر بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح، وهذا الذي جن جنون الإعلام الزملكاوي، حيث صرح الإعلام الزملكاوي المثير للجدل عمرو الدرديري الذي قال الأهلي دايما بيفوز بالحكام على الزمالك، وأنا معرفش ليه الحكم محسبش جون الزمالك والفار استدعاه عشان يحسب تسلل من وحي الخيال. كلنا شفنا هدف الجزيري وده جون صحيح 100%. هو حرام الزمالك ياخد 2 سوبر ولا ايه متتالي؟ ولا عشان الأهلوية ما يزعلوش لازم نراضيهم ونديلهم سوبر؟ بس أنا هقول للأهلوية الزمالك سوبر غصب عن أي حد، وهو بطل السوبر الحقيقي. فيما صرح رضا عبد العال وقال الأهلي ضيع فوز تاريخي خلال الشوط الأول. الأهلي ضيع 4 فرص مؤكدة، منهم واحدة في العارضة وواحدة في القايم، بس الحكم ظلم الزمالك في الجون اللي ما حسبوش وحسبه تسلل. الجون ده في وجهة نظري هدف 100%، وانا مش عارف الحكام المصريين بيجاملوا الأهلي على ايه. عايزين تدوا السوبر للأهلي ادوهوله، بس بلاش تظلموا الزمالك. بس انا هقول كلمة الحق، الأهلي هو اللي يستحق السوبر، وده كله ذنب الراجل اللي اتظلم واتضرب في ماتش الزمالك وبيراميدز، واللي إدارة الزمالك السبب في كل اللي حصل دوت، وهي السبب في حبس عبد الواحد السيد ودونجا ومصطفى شلبي بسبب همجية الإدارة. شوفوا الأهلي عمل ايه مع كهربا. محمد رمضان على طول رحلوا على مصر وغرامة 1,000,000 جنيه، واحنا ما نعرفش كهربا عمل ايه اساسا لحد دلوقتي. هو ده الفرق بين الأهلي والزمالك باختصار. فيما صرح احمد حسام ميدو وقال انا بصراحة ما كنتش عايز شيكابالا يشوط ضربة الجزاء، عشان انا عارف شيكابالا هيضيعها، وانا مش عارف ليه شيكابالا صمم انه يروح يشوط ضربة الجزاء الاخيرة ديت. كنت سيبها يا شيكابالا لاي حد يكون رجليه في الملعب وبيلعب اساسي على طول. انت ما بتلعبش الا في اخر ربع ساعة ورجليك مش في الملعب على طول. معلش يا شيكا، انت كنت عايز تاخد اللقطة قدام الاهلي وتسجل الركلة الاخيرة وتروح تحتفل مع الجمهور بالكاس وتقول لهم انا اللي جبت لكم الكاس، بس يا خسارة كل ده راح في غمضة عين، وضيعت ركلة الجزاء وضيعت السوبر. بس انا عايز ادارة الزمالك بعد كده تاخد دروس من اللي حصل في الامارات وتتعلم الادارة بتتعمل ازاي، ومش عيب اما تتعلموا من النادي الاهلي. لازم يكون عندك موقف ومبادئ تمشي عليها، ما تبقاش الدنيا سايبة كده. هو الفيلم اللي عملناه كله طلع على الفاضي، وعبد الواحد السيد وشلبي ودونجا لسه محبوسين وعندهم جلسة يوم 29، ربنا يفك أسرهم. فيما صرح خالد الغندور وقال بصراحة الأهلي يستحق الفوز على الزمالك، احنا ملعبناش بس الا في الشوط التاني شوية. صراحة الأهلي الشوط الأول كان عالمي، ضيع كورتين وكرة في العارضة وكرة في القايم، وكمان الأهلي في الأشواط الإضافية كان أحسن من الزمالك. أما عن كرة الهدف فهو هدف غير صحيح 100%، وأنا شفت جمال الشريف بعيني وهو بيقول إن هو مش هدف، فبلاش نتحجج بالتحكيم يا زملكاوية، ولازم نعترف إن الأهلي كان أحسن من الزمالك. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.